وانا قاعد مع واحد صاحبي وبيحكي لي وبيقول لي ان البنات مالهاش في حاجه وان مكانهم الاساسي هو المطبخ. قمت زعقت له وقلت له لا انت ما سمعتش عن مملكه دهومي ولا ايه؟ فقال لي لا. عشان كده قلت اجي لك بنفسي واعمل الحلقه دي لاي حد ما يعرفش هي ايه مملكه دهومي. القرن ال17 في دولة صغيرة كده في أفريقيا اسمها بنين. الدولة دي تحديدا كان عندها مملكة وحضارة وقوة عسكرية محدش يتوقعها، هو حرفيا محدش يتوقعها، لأن العادي والطبيعي منذ بداية البشرية إن لو جيت قلت لك كلمة جيش هيجي في بالك جنود رجالة وشايلين أسلحة، وده شيء طبيعي ومفهوم بسبب عوامل كتير زي القوة البدنية وقوة التحمل ومقاومات تانية كتير مش هتلاقيها غير عند الرجال. فالغريب بقى والمريب في جيش بنين اللي كانت معروفة وقتها بمملكة دهومي إن الجيش ده ما كانش فيه رجالة خالص. لا أنا مش بشتمهم، هم بجد ما كانش فيه رجالة خالص. هو جيش كان مكون من سيدات بس. لو جيت تفكر معايا منطقيا في موضوع ان الجيش كله سيدات هتقول لي يا عم سيبك، اكيد كانوا ضعاف ومع اول خناقه مش هتلاقي ست فيهم، لكن مش ده اللي حصل. لك ان تتخيل ان الجيش ده فضل على حاله من القرن ال17 للقرن ال19 تقريبا. انت بتتكلم في 200 سنه جيش من السيدات بيخش معارك كبيره وبيكسبها. بس السؤال اللي لازم تطرحه ويجي في بالك، هم فين الرجاله بتاعت البلد دي؟ هو ليه خلوا الستات بس هم اللي في الجيش؟ انا مبسوط منك لانك اول مره تقريبا تقول سؤال في محل. هو ليه فعلا مفيش رجاله في الجيش ده؟ من قله الرجاله يعني؟ بالظبط كده، من قله الرجاله فعلا. لان على حسب كلام اليونسكو بتقول ان كان في مملكه اسمها اويو، كانت كل يومين تخش مملكه دهومي وتاخد كام راجل وتحطهم في الاسر، وده اللي خلى ملك دوله بنين اقابه يبدا يجند سيدات للجيش. ما هو مش لاقي رجاله، وهو الستات برضه تعمل بلقمتهم ويعملوا اي منظر. هنعمل ايه يا جدعان؟ ما البلد ما بقاش فيها رجاله، فلازم نصرف نفسنا. بس ان جيت للحق فالملك اقابه ما كانش محبذ الفكره دي، وما كانتش اساسا فكرته. الفكره دي اللي فكرت فيها كانت اخته الملكه تاسي، وبالمناسبه في بعض المصادر بتقول ان اخته مسكت الحكم الفتره. سيبك من الملك اقابه والملكه تاسي دلوقتي، اصل في سؤال جه في دماغي، هو ازاي الستات ما اعترضوش على القرار زي ده؟ ايه كان عندهم امينه خليل؟ فانا هريحك واجاوب لك على السؤال ده واقول لك ان الستات فعلا ما كانوش عايزين يتجندوا، بس قيادات الجيش حطوا حل للموضوع ده وقالوا طالما الستات مش عايزه تتجند يبقى ناخد الستات اللي عليهم احكام بالسجن، بس اللي كان عليهم احكام بالسجن برضه مش كفايه، فراحوا قالوا احنا هنعمل كمان قرعه، والقرعه ديت هتقع على كام بنت، والبنات اللي هتقع عليهم القرعه هناخدهم يتجندوا في الجيش. ده غير شويه بنات كانوا اندبندنت وكان عندهم رغبه اساسا انهم يتطوعوا في الجيش، وده لسبب وجيه وانا بحترمه بصراحه، انهم عايزين يجيبوا حق جوازاتهم اللي ماتوا في الحرب. وبسبب الحاجات اللي عملها الجيش ده وبسبب القرارات اللي خدتها الدوله دي، الجيش النسائي فضل ويكبر لحد ما جه ملك اسمه غيزو وقال لك احكام سجن ايه وقرعه ايه، بلاش هبل، التجنيد اجباري على البنات. ومش بس كده، ده قال لك كمان ان التجنيد هتبقى مدته 3 سنين. والملك غيزو عشان كان شايف شغله كويس قال لك احنا مش هندخل اي بنات، لا ده احنا كمان هنحط رجل على رجل وهنعمل اختبارات ونشوف البنات اللي تنفع انها تخش الجيش. فكانت قيادات الجيش بتقعد وبتختار البنت الطويله القويه الرشيقه، ولازم سنها ما يكونش اقل من 12 سنه وما تكونش اكبر من 15 سنه. وطبعا كحد واعي ورحيم وبني ادم هتعرف ان التجنيد لبنت في سن ال 12 سنه صعب جدا، ومش انت لوحدك اللي عارف ده، الاهالي كمان في بنين كانت عارفه ده. عشان كده الاهالي في بنين اللي كان عندهم بنت في السن ده كانوا بيضطروا يعملوا حاجه من اتنين، يا يسيبوا بنين ويهاجروا، يا اما يخبوا بناتهم من الممثل الملكي اللي بينزل يدور على البنات اللي في السن ده. بس سيبك كده، موضوع السن ده ما لفتش نظرك لحاجه؟ لا بجد ما لفتش نظرك لحاجه. اصلا أنا في الاول كنت بقول لك ان الجيش ده كان منيم افريقيا من المغرب، هو ازاي بنات في السن ده قدروا يقفوا في وش جنود رجاله وكمان كانوا بيكسبوهم؟ الاجابه ليها جزئين، الاول هي ان تدريباتهم كانت صعبه جدا، اما الجزء الثاني ان قيادات الجيش كانوا بيعملوا اسحار وحاجات يلبسوها عليها تعويذ، وده اللي خلاهم اخطر جيوش المنطقه. امتى بدا بقى الجيش ده يخسر وتدريباتهم ما تجيبش نتيجه ولا اسحارهم؟ لما فرنسا حبت تخش بنين وتحولها لمستعمره ليها، والمره دي بقى كانت اختلافات الامكانيات كبيره. انت لازم تفكر معايا، دي مش دوله في افريقيا، دي فرنسا، وامكانيات فرنسا ووضعها كان يسمح لها، لان محاربات دهومي كانوا بيحاربوا باسلحه بدائيه على عكس الجيش الفرنسي اللي جاي لهم بالرصاص والبارود، عشان في النهايه تنتهي قصه محاربات اقوياء عمرهم ما استسلموا، عكس كتير من الجنود الرجاله وقتها اللي كانوا بينسحبوا من معارك وتختفي حضارتهم وتفضل مجرد قصص بتتحكي وبتتعمل افلام. وفي نهايه الحلقه ديت عايز اقول كلمه واحده بس، حسبي الله ونعم الوكيل في فرنسا. السلام عليكم.